يوم القيامة راح تزف 4 أيام إلى الله تعالى. أولا يوم العيد، وثانيا يوم الأضحى، وثالثا يوم الجمعة، ورابعا يوم غدير خم. العيد طبعا فرحة، بس اكو أشياء راح تخرب عليك هاي الفرحة بدون ما تحس. بس لازم نعرف شنو معنى العيد. هواي نسمع اجى العيد راح العيد، زين هم سألت نفسك شنو معنى العيد؟ العيد معناه العود، يعود على الإنسان بالفرح والسرور. الإنسان بعد ما عانى من التعب وعانى من المشقة، فلما يجي العيد أو الإنسان يتخلص من المشاكل، فيسمونه هذا اليوم يسمونه عيد. ليش سموه عيد؟ لأن يعود عليه بالفرح والسرور والتخلص من المشاكل. أو الإنسان خلال أيام السنة يكتسب معاصي، يكتسب ذنوب، يكتسب صفات سلبية، فخلال شهر رمضان يتخلص من هاي الصفات السلبية، يتخلص من الذنوب، فنقول الإنسان عاد إلى أصله. فأيام العيد هي أيام عود الإنسان إلى أصله، أيام تخلص الإنسان من الذنوب والمعاصي. الأمر الأول اللي لازم تبتعد عنه بالعيد أنه لا تسوي أي معصية. بعض الناس يتصور نفسه أنه كان محروم، لا يسمع غناء، لا ينظر حرام، لا يسوي بعض الأمور، أنه ما طول خلص العيد شريد أسوي. لا، العيد مو 3 أيام 4 أيام. بدل تفكيرك. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: كل يوم لا يعصى فيه الله فهو عيد. إذا نقدر نخلي كل أيامنا عيد. ثانيا العيد مو يوم لعب وطلعات وانسات وجيمر وكاهي، لا، العيد إلى حقيقة. خلينا نشوف الإمام الحسين شنو قال حول العيد. يقول الإمام الحسين: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق فيه قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. واحد الأشخاص يدخل على أمير المؤمنين يوم العيد، فيلقى أمير المؤمنين قدامه صينية وبها أكل بسيط، فيقول له: يا أمير المؤمنين، أنت ليش ما مدلل نفسك؟ أنت بيوم عيد كون تجيب لك أكل فاخر، أكل يعني قيمته عالية. أمير المؤمنين شنو جاوبه؟ قال: إن هذا عيد لمن غفر له. وإذا تريد ما يموت قلبك تدري شو تسوي؟ اكو رواية تقول: من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. ليلة العيد جدا مهمة تستغلها بالعبادة، تستغلها بقراءة القرآن، تستغلها بالصلاة، تستغلها بالأمور المستحبة. وكذلك اكو صلاة جدا مهمة ليلة العيد، بحيث هذه الصلاة إذا صليتها ايش تطلب من الله تعالى، الله تعالى ينطيك. بعد المغرب تقرأ في الركعة الأولى 2 ركعة صلاة، في الركعة الأولى بعد الفاتحة 100 مرة قل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية بعد الحمد قل هو الله أحد كذلك 100 مرة. وبعد ما تكمل الصلاة تقول: أتوب إلى الله 100 مرة. هذه الصلاة إذا صليته الله تعالى ايش تطلب من يمه يعطيك. ويوم العيد يوم اللي يجدد به الحزن على أهل البيت عليهم السلام، لأنهم يرون حقهم في أيدي غيرهم. لذلك يوم العيد يوم حزن أهل البيت عليهم السلام.